ممكن يشيل فيه. والاساس كمان احنا لسه بتكلم مع الكابتن مصطفى بقول ان في نادي برشلونه بدا تطوير الملعب بتاعه زياده الساعه بتاعته. عمل ايه؟ كلهم هم طبعا يعني اصحاب مكان وكلهم نجوم طبعا يعني احنا بنتشرف ان احنا موجودين معاهم. والمكان ده احنا قلنا قبل كده احنا مجرد ضيوف فيه لحد ما نخلص بس الانشاءات والقصه دي، وبعد كده يرجع بقى الاستاد في حاله حلو. بس هو ياخد منه الملعب، يعمل خطوط على الملعب. وعمل انت لو ولا حد يتصور علشان بعد كده ندخل انت بقى عندك فرصه تعمل المساحه اللي انت عايزها جوه الملعب. ده بقى الدرجه الثالثه بقى. ده قانون دولي. احنا كنا بنلعب كده، الهوا بقى كده انما كده يا بحر طبعا هي معموله في الملاعب اللي ان شاء الله أعمدة الإنارة والكراسي وادي الشاشة ما شاء الله هيت مظلة ركبت. استاد النادي المصري ملامح ظهرت قدام النادي المصري. باذن الله اقل طبعا من سنه ان شاء الله باذن الله. احنا مستهدفين خلال الشهرين اللي جايين دول ان شاء الله باذن الله الانتهاء من المظله المعدنيه خلاص يعني حققنا اكتر من 70% منها ورد تركيا. ولو حضراتكم تلاحظوا ان احنا اخذنا فيها نظام والوان النادي المصري، اللون الابيض واللون الاخضر اللي هو خاص بالكور والسبورتات اللي هي رابطه كل الستيل تراس اللي موجود ده الى جانب شكل الموجه، عشان برضو نشير الى المدينه الساحليه اللي احنا شغالين فيها. نفس الكلام برضو في الوان الكراسي، تعمدنا ان الوان الكراسي برضو تبقى من هويه ولون النادي المصري الاخضر مع اللونين والابيض، وفي نفس الوقت حطينا اللون اللبني ك برضو هويه للمدينه الساحليه. احنا بنحاول نرضي جميع